سيبه يتكلم على فريق الاسماعيلي. اتكلم عادي يا كابتن، احنا الاثنين نتكلم على الفريق طبعا. لكن فريق الاسماعيلي النهارده بدا بتشكيل تقريبا شبه ثابت، وقلنا التغيير كان محدود باحمد حجازي مش موجود ونزل عبد الحميد سامي. طبعا تشكيل الاسماعيلي محمد صبحي، ولعب في خط الظهر 4، في اليمين احمد صديق، في الشمال احمد سمير فرج، وعبد الحميد سامي ومعتصم سالم في القلب. دي اللقطه طبعا دي بتاعت الكوره اللي هي فيها كلام. دي برضو يعني انا اتصور ان الكابتن رضا لو جه يقدر يعني يفسرها لنا اكتر. لان فيها وعي. يعني احنا هي فيها لمسه يد، بس هل تحتسب؟ هل متعمده؟ هل استفاد بيها؟ يعني انا ما اعرفش استفاد طلعها بره الملعب. انا ما اعرفش التكنيك بتاع القانون ايه يا كابتن مجدي. يعني يقدر يقول لنا الكابتن رضا البلتاجي بالتحديد. طيب ما تجيبوا لنا كابتن رضا يحسن لنا اللقطه دي قبل ما يخش هو ويشرحها بشكل فيه اسهاب اكتر. لكن يا كابتن مدحت الحقيقه الاسماعيلي استفاق مؤخرا. الاسماعيلي في اخر 10 دقائق لو قلنا مجازا ومجاملينه كان ليه شراسه هجوميه. اذا حسبت ان ال5 دقائق الاخر من ضمن ال10 دقائق اللي هم كانوا 3، هم كانوا 3 بقوا 7 طبعا. الله يكون في عون سمير مودو عثمان عايز يطلع بالمباراه الى بر الامان. فيمكن ايه يعني من وجهه نظري ان هو ادى 2-3 زياده عشان التوقف اللي حصل على الاعتراض بالظبط حصل في الوقت المحتسب بدل الضغط. عايز ابعد من الفنيات على الكره دي، لان طالما هو يعني محمد نصر حاططها على الشاشه كابتن. نعم. عايز اقول ان دي الكره دي مش بتاعت سمير عثمان. للامانه. بص يا كابتن ده بص يا كابتن للامانه لا ده ظهره يا كابتن. دي واحده يا كابتن مجدي. يعني خد بالك الانجل الزاويه الاثنين يشوفوها. لا اللاين مان اكتر. الاثنين يشوفوها. واحد من قدام. اللاين مان للاسف عندنا يا كابتن لاين مان بتاع زمان سنه 30. ما هو لاين مان انت قلت مش مساعد الحكم. مش مساعد الحكم. لاين مش بتاع الخط. مش اسيستنت. لا ده راجل لاين مان زيه زي بتاع اللاين مان بتوع زمان الكابتن علي. دلوقتي بقى اسمه مساعد. اتلغى كلمه لاين مان. اسيستنت. اسيستنت. يعني ده الراجل ده لازم من حقه تماما يرفع الرايه، من حقه تماما يساعد الحكم في قرار زي ده، من حقه تماما يدي الحكم اذا كانت دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، لمست ايد ولا ما لمستش ايد. وهو المفروض مطلع بالقوانين، وهو واخد الزاويه دي بتاعته، اللي ماسك الفراوده الاسماعيلي دي بتاعته. يعني المفروض الوضع. انت شايفها ايه؟ انا شايف انها في ايده يا كابتن. في ايده وبعدين يعني متعمد فيها. وبعدين انت النهارده داخل واستخدمت ايدك في ان الكره طلعت. هو كابتن دخلت تطلع برجلك، جت في ايدك وخرجت بره الملعب. مجدي في بعض الحالات شفناها في اوروبا. يمكن افتكر من سنه 78 تيريزور لما اتحسب عليه ضربه جزاء امام الارجنتين، وكان الحقيقه بيعمل تاكلينج يا كابتن مدحت، والكره جت في ايده. مظبوط يا كابتن. واتحسبت ضربه جزاء ليه؟ لما جم جابوا الحكم قال لك استفاد بيها. ما هو هدف. مظبوط. تمريره منعت هدف. وخصوصا ان ايده مش فهي في الاخر اذا راى ده طايره خالص يا كابتن. اذا راى الحكم ده ايده طايره خالص يا كابتن مدحت. نعم. واللي شايفها بوضوح. يعني انا بقول ظهر اللاعب مغطي على سمير عثمان، فسمير عثمان ممكن يتخيل انها جت في صدره. انما اللي شايف ما تبانش قوي مجدي برضه. لا اللي شايف يا كابتن ابراهيم. لا انا معاك اللي شايف مساعد الحكم. المساعد. انا بقول لك من هنا انا ما بانش كده. ما بانش لسمير. لا ما تبانلناش هنا. لا باين انها ايده. باين انها في ايده. هنشوفها تاني اكيد، وهيجيبوا لنا كابتن رضا البلتاجي برضه. بص يا كابتن طلع هي برضه قوي. ايوه يعني تبان ممكن انها في جنبه برضه يا كابتن. ممكن في جنبه تحت باطه، يعني عارف تحت، يعني ممكن كده كابتن قويه قوي. هو اعتقد هو عاملها زي بتاع كره طايره يا كابتن بقوه. هو بيتهيألي كده. طب انا اقول لك حاجه، هاتها لنا بالسرعه العاديه نحسها كلاعيبه كوره. هاتها لنا يا محمد كده بالسرعه العاديه خالص. لا بالسرعه النقل الطبيعي بعيد مش شوفها كده ممكن تحسها اكتر. خلي بالك. طيب بالسرعه العاديه جامده قوي يا كابتن. مش ايد ابدا ولا هي كابتن. هي في حاجتين.
ممكن الإيد ايده حاجه ممكن انا معاك الايد ما تطلعش بالقوه دي يا كابتن. ما طلعش بالقوه دي. ما طلعش بالقوه دي حتى لو لا دي طلوع صدره لازم عظم. يعني ايه ممكن كده. ما دي بقول لحضرتك احساس لعيب الكوره بدي. اهي يا كابتن. دي ايده يا كابتن. هو مين اللي لعبها؟ عايزين نساله. ممكن نساله مين اللي لعبها؟ يعني نساله هو شخصيا. ده سؤال محترم جدا قوي. والماتش خلص. بالظبط. شوفوا لنا يا جماعه التساؤل ده. ولو اعترف انها جت في ايده نعمل له جايزه هنا. ده حاجه والله حاجتين. والله نعمل له جايزه زي علي خليل، فاكر زمان لما راح للحكم وقال له ده جت في ايدي. مظبوط. لا انا بيتهيألي ده ايمن عبد العزيز. الجون بيتهيألي ده ايمن عبد العزيز. بص بقى مين؟ هي عايزه ده ايمن عبد العزيز يا كابتن. ايمن عبد العزيز. هي عايزه حد، كنت لسه عايز اقول لك عايزه واحد خبره قوي عشان هو يحس بخطوره ايمن عبد العزيز يا كابتن. ايمن عبد العزيز. بس لا ايمن كان خرج. ايمن انا بقول لا والله كان خرج. لا ده هو ايمن. الكره دي ايمن خرج في ظهره بان بالنسبه لنا التيشيرت يا جماعه وهو بيلعب. يا نجم ايمن خرج جسم ايمن خالص يا كابتن. ايمن خرج في الدقيقه 71، ده اول تغيير. نزل مكان عمر نجدي. دي عايزه واحد بتاع خبره. ودي في الاخر هاني سعيد وارد. ودي في الاخر طب وروها لنا تاني. يبقى محمد ابراهيم. ممكن محمد ابراهيم كمل المباراه كامل. يبقى محمد هو حد بيلعب في الوسط وكمل المباراه. شوفوا ظهره كده، هل في رقم لان ثابت صاروخ كده؟ شوفوا رقم. ثابت صاروخ خرج برضه. طب بص على ظهره، رقم ولا رقمين؟ رقم واحد ولا رقمين اولا؟ عارف لو محمد ابراهيم اتصلوا بيه اثق فيه. هي بايده الشمال يا كابتن. لا مش هيكذب. لو اعتقد ممكن يبقى هاني سعيد. 20 محمد ابراهيم. شوف يا ولد. طب كابتن رضا البلتاجي، مساء الانوار. من المؤكد ان انت هتكون عندك فقره تحكيميه جميله في النهايه، لكن عشان سخونه اللعبه ومتابعه القنوات حابين ناخد وجهه نظرك. عمر كابتن اللي بقى قدامك ايه؟ والله لا هي مش قدامي، بس انا شفتها مع حضرتك على الهواء اثناء المباراه. انا شايف ده افضل قرار لسمير عثمان على مدار 90 دقيقه. اضعف قرار؟ افضل قرار. اوكي. ايه بقى؟ الكره كابتن هو ده الفيصل في قانون الكره في الاحتساب ركله جزاء او احتساب لمسه يد. مدافع الكره جاي على رجليه بيحاول يلعب الكره برجليه، قلش ولا جله، صدمت بايد عفوا. مفيش تعمد لعب الكوره، اذا مفيش اي اجتهاد بقى تاني. اذا القرار صائب. الغير صائب تصرف لعيبه الاسماعيلي. لا احنا ده مرفوض تماما. يعني تصرف لعيبه الاسماعيلي ده احنا لا نناقشه الان، ده مرفوض شكلا وموضوعا. لكن انا اختلف مع كل اللي قال انها ركله جزاء، ده رايي الشخصي. انا شايف ان الكوره مفيش فيها تعمد لعب الكوره، وده الفيصل في القانون لاحتساب لمسه يد او احتساب ركله جزاء. ده خد قرار شجاع وفي امانه. يعني حتى لو جت في ايده يا كابتن رضا. قول لك يا كابتن ابراهيم. حتى لو جت في ايده فعلا. كابتن ابراهيم الفيصل في لمسه يد، تعمد لعب الكره باليد او تعمد لمس الكره باليد. مفيش تعمد، الراجل الكره جايه له بيحاول يلعبها، مفيش مبرر خلينا نحسبها كده بالمنطق. ايه المبرر ان هو يلعبها باليد؟ المبرر ان الكره جلت من على رجله يا كابتن، جلت من على رجله. جميل. الكره لما جلت من على رجله اوقات بيبقى في رد فعل طبيعي بانك انت عايز تمنعها. يعني جلت الكره وحب يطلعها برجله، عدت من رجله خالص، ما لمستش ولا قلشت ولا لمست رجله، فجسمه لعب بايده فطار الكوره. كابتن مجدي الكره لو جايه مباشره من الزميل للايد اقول كان عنده فرصه ان هو يسحب ايده. لكن الكره جايه من الرجل للايد مسافه يمكن نص متر او ربع متر. لا جايه من الراس لا جت في رجله الاول وبعدين لا ما لمستش رجله خالص، ما انا بقول جلت. ايوه يا كابتن، هجوم عندي يا كابتن بالمنطق. بص يا كابتن جلت اهي. لا بص جلت، جاي يشيل ما راحتش، جت على ايده الشمال قام مطلع. يقصد يا كابتن مجدي، يقصد في تعامد. هنا بقى دي نيات، دي نيات ابو الكباتن. طيب هنتفرج عليها معاك في الاخر. اشكرك يا كابتن رضا. كابتن طارق يحيى، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. ونقول مبروك على التعادل مع الاسماعيلي، عملوه ولابد نقول لك مبروك يعني. الله يخليك يا كابتن، مسا عليك الاول يا كابتن مدحت وعلى الكابتن ابراهيم يوسف منور الاستوديو، والكابتن مجدي عبد الغني. مبروك يا طروقه، مبروك. مبروك يا كابتن. رد على التليفون يا غني. ايه يا حبيبي، تحت امرك تحت امرك. هكلمك لما اخلص. بتقاوح الكابتن رضا بلتاجي فيه، الراجل مش قاصد. ده محمد بتاعت فوز في الشوط الاولاني مش ضربه جزاء يا كابتن مجدي؟
بتاعت الشوط الثاني الاولاني دخل. الاولاني هنشوفها يا طارق. هنشوفها. بص هو كابتن سمير عثمان هي عامل مباراه. لو انت جيت يعني معانا في الملعب يا كابتن مجدي يا كابتن ابراهيم يعني كتر خيره الراجل اللي عدى بالماتش كده يعني بصراحه. انا قلت كده والله. الجو صعب على الهوا يعني كده. الجو مشحون قوي الجو صعب. قلنا على الهوا صعب يعني. الجو صعب بس مش حاجه يعني. بصراحه مش اي حاجه الحمد لله بالظبط يعني. كده. الامن الحقيقه سيطروا على الموضوع والدنيا. بس انا كنت خفت بس كنت انا بكلم الكابتن سمير علشان كنت خايف على البدلاء ان في بعض الناس 3 4 اولاد نزلوا الملعب فكنت خفت على نزلوا من ورا المدرجات. كنت خفت على اللعيبه بتاعتي حد يحتك بيهم هم يحتكوا بحد فجبتهم. فده سبب بس وقفت. انا ما احتاجش الحكم ولا احتاج. في ناس قالت ان كابتن طارق هيحتاج حكم او كان في مشكله. ما كانش في مشاكل خالص غير طبعا الشحن العادي. يا ترى انت مدرب محترم معروف انك مدرب محترم. الله يخليك كابتن. طب كابتن طارق يعني انتوا في الاتوبيس طبعا لسه يا كابتن يعني انا هاثقل عليك اذا امكن. هو اللاعب اللي لعب الكره دي محمد ابراهيم. ايوه يا كابتن. يعني استاذنك بروحك الرياضيه الجميله نساله كده عشان يهدي الناس كلها بعد اذنك. ما هي جت في ايده غصب عنه يا كابتن. جت في ايده. ما هو لو هو يشرحها لنا هيبقى كتر خيرك. عينيا يا كابتن. يا رب يخليك يا كابتن طارق. البساساله. يا رب يخليك يا كابتن طارق. محمد ابراهيم فين يا اوعى تقول لي نزل. اصل احنا ملوك الحاجات. فيقول له الو هو عايزين نقول ان هناك اعتراف جماعي بانها جت في ايده. جميل. وهو برضه لما هنا حته التعمد بقى. بالظبط. اما يشرحها الولد نفسه وانت قلت لو محمد ابراهيم انا هصدقه 100%. طبعا. لا هو صار لانه اخلاقياته عاليه جدا محمد ابراهيم ولا يمكن اطلاقا ان هو يقول حاجه مش مظبوطه. الكوره اللي انت قلشتها دي ماشي. حد لسه موجود هنا غريب يا جدعان. يا كابتن السلام عليكم. سلام اساله يا كابتن محمد. هو معاك يا كابتن مدحت. يا كابتن. يا محمد ازيك يا حبيبي. تمام يا كابتن الحمد لله. يا رب يخليك. طبعا الكباتن مجدي عبد الغني وابراهيم يوسف اول ما قالوا ان الكره مع محمد ابراهيم قالوا احنا بنصدقه 100% اللي هيقولوا لان احنا بنثق في الداتا تماما. اشرح لنا الكره دي يا محمد بقى. والله يا كابتن هي كوره الملعب فيه مندي شويه والكوره اللي هي الحمراء دي بتجري شويه فانا جيت اطلع الكوره فانا طبيعي ان حركه جسمي دي طبيعيه يعني. فانا الكوره طبعا جت في ايدي غصب عني خالص. اوكي. هل لمست جسمك قبل ايدك ولا على ايدك مباشره يا محمد؟ لا يا كابتن جت في ايديا بس غير مقصوده طبعا. انه جزء في ايدك؟ كنت بطلعها برجلي فقلشت فالكوره بحركه جسمي يا كابتن غصب عني لان لازم ايديا تطلع ورا جسمي. بالظبط. ايديا بس مش انه جزء في ايدك يا محمد؟ عضلاته. في نص ايديا كده. عضلات في نص ايديك تقريبا. طيب هو في واحد انا سامع بيقول لك اشمعنى يعني دي هنعرض بتاعت اوسو دلوقتي. ده مين اللي بيقول كده يا محمد؟ لا كابتن طارق مصطفى. مين؟ كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق. طب هات تعال طارق تعال. كابتن طارق. السلام عليكم يا كابتن. مساء الانوار يا كابتن. سلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك وغزال مصر والكابتن مجدي عبد الغني. يا طروق. ازيك يا حبيبي ازيك. مبروك يا طارق. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. الله مبروك. انا طبعا سامعينك كنت بتقول احنا عايز اقول لك حاجه. احنا بنهدئ نفوس الجمهور لان احنا محمد ابراهيم تحديدا كلنا عارفينه لعيب في منتهى الخلق عمره ما هيكذب والمباراه خلصت. بالظبط كده. خلصت يعني. بالظبط. ده السبب. لكن هنعرض لك بتاعت اوسو كونان دلوقتي حالا يعني. لان برضه فيها شك يا طارق. اتفضل. بص الاثنين يا كابتن احنا ما بنعترضش خالص على التحكيم والله يعني احنا من الفرق اللي احنا بنبقى عارفين ان احنا ما بنعترضش خالص على التحكيم ولا قبل المباراه ولا حتى اثناء المباراه ولا بعد المباراه ولكن عارفين ان هي تقديريه للحكم. احنا قلنا ان لو دي اتحسبت احنا كمان لينا ضربه جزاء الشوط الاولاني بتاعه اوزو كونان بس. فاحنا حتى المباراه الحمد لله يعني انا من الناحيه الفنيه عايز اقول ان الحمد لله احنا يعني مباراه صعبه جدا الاسماعيلي في اسماعيليه. نقطه انا شايف بطعم المكسب لاعبين من 3 4 ايام مباراه ثقيله جدا مع فريق فين. بالظبط. طارق ليا استفسار يا طارق. ادائكم النهارده معلش احنا اتكلمنا طبعا في حقكم كويس قبل المباراه وده حقكم يا طارق. كابتن طارق يحيى والجهاز الفني وانت يا طارق طبعا. ايوه صح. لكن النهارده يعني انت قلت مبرر يعني ممكن نقبله شويه ان انتوا لعبتوا 3 مباراتين في 3 ايام تقال. لكن ادائكم النهارده هل كنتوا بتفكروا في المكسب زي ما بتلعبوا على ملعبكم مثلا او قدام انبي المباراه اللي فاتت
ولا امام النادي الاسماعيلي على اساس ان انتوا حتى السنه اللي فاتت تعادلتوا المباراتين، فبرضه نقطه يعني لعبتوا على الفوز والتعادل. بالظبط غزال، يعني حضرتك يعني قلت سؤال فعلا في محله. يمكن مباراه النهارده احنا الاسماعيلي ما لعبش المباراه اللي فاتت، ما لعبش بقاله فتره كبيره جدا. مظبوط. فاحنا مش شايفين الاسماعيلي، احنا لعبنا، يعني احنا لعبنا المباراه اللي فاتت، هو شافنا، احنا مش شايفينه، واحنا بنسمع بس اخبار عن النادي الاسماعيلي ان السوليه موجود مش موجود مصاب، حسني عبد ربه مش هيلعب، هيلعبوا بطريقه. فالحمد لله يمكن الكابتن يعني برضو كابتن طارق يحيى معايا بيقول لك برضو الانذارات والطرد، يعني برضو لو يعني احنا اتضررنا اكتر، احنا غايب مننا عبد الرؤوف اصابه، جمال حمزه اصابه، يعني احنا في لعيبه غايبه مننا. الاسماعيلي لو كان لعب مباراه النادي الاهلي اكيد كان هيعاني في نفس الظروف، فعشان كده كابتن طارق يعني امنا باربعه في نص الملعب، 4 ديفيدات، خالد سعيد وعبد الرؤوف وصاروخ، على اساس ان احنا نشوف حاله الاسماعيلي البدنيه والفنيه عامله ايه، وفي نفس الوقت نشوف حاله لعبتنا احنا، ممكن نجازف ممكن ما نجازفش، خاصه ان احنا كنا معادين طورين النهارده موجود. لا وكان ممكن تخطفها طارق عن طريق اوسو كونان، في الحقيقه لعيب مميز وكان ممكن تخطفه يعني الماتش. بالظبط يا كابتن مجدي، بالظبط، ولكن الحمد لله احنا راضيين بالتعادل الحمد لله. طب كابتن طارق انا بشكرك، وبس نقول للكابتن طارق يحيى بعد اذنك مبروك، عشان كنا قطعنا الخط عليه بعد اذنك. ماشي يا كابتن. وكتر خيره انه ادانا اللعيب يعني. طبعا هو ما هو دي هو كابتن طارق. يعني انا عايز اقول اللي انت قلته ده له هو شخصيا، يعني انا كنت لسه بقول للكباتن في الاستوديو ان انت كمدير فني بلغه الكره ما انتش محسوكها، بمعنى احنا طلبنا منك لعيب، انت بمنتهى الرقي اديتنا اللعيب، انت بتصدر رساله اخرى بالاضافه لرسالتك الفنيه الجميله كمدير فني، ما انتش شوي ولا انت اعلامي ولا لكن ادائك واداء فرقتك بيعبر عن مهارتك وقدراتك كمدير فني. اضفت ليها النهارده رساله اخرى للمدربين، اللي يطلع يقول لك ما حدش من اللعيبه يتكلم، اللي يطلع يقول لك مش عارف ايه، انت بنفسك جبت لعيب، ولعيب بنقول انه الكره جت في ايده وجبته عشان يتكلم. دي رساله انا بحييك عليها يا كابتن والله. الله يخليك يا كابتن مدحت، يعني طبعا كلام كبير انا ما استحقوش طبعا. لا تستحقوا اكتر منه يا طارق. يا مجدي يا غزال، بص احنا طبعا يعني الحمد لله والشكر لله، ما فيش ما يدعو ان احنا نخبي اي حاجه. صحيح جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما انت قلت يا جماعه، انا بعمل رساله، انا المباراه الوحيده اللي منعت فيها اتكلم هي مباراه الزمالك هناك 6-2-1 احتراما لجمهور الزمالك ومشاعر لعيبه الزمالك. حصل محترم، حصل، برافو عليك. اي مباراه انا بخسرها بطلع اتكلم، بكسب بطلع اتكلم، متعادلين بطلع اتكلم، وبخلي لعيبتي تتكلم. برافو عليك. لان المفترض ان انت الناس هي كابتن مدحت، انت كراجل في الاستوديو بتبقى عايز تعرف راي المسؤول سواء لاعب او مدرب او فدي ما فيهاش مشكله، دي رساله وعشان تمنع الاجتهادات يا طارق كمان. بالظبط يا كابتن مدحت. انا بحييك يا كابتن. احنا كلنا بنحييك. طارق متصالح مع نفسه. بس اخيرا يا كابتن طارق، معايا يا كابتن طارق؟ معاك يا كابتن مدحت. يعني اخيرا بس هنا في الاستوديو اجتمعوا على ان هاني سعيد هو اللي ضيع عليك الفوز النهارده. طبعا انا عشان هو على الخط الثاني لا بص هقول لك على حاجه. اتفضل. هاني انا يعني بفضل الله احنا وظفناه النهارده. ما شاء الله. انا بدأت ليبرو على فكره. بجد؟ بدات بهاني سعيد ليبرو. بعد 5 دقائق طلعت في نص الملعب، لان انا ان عبد الحميد سامي ما هوش ليبرو، لقيت عبد الحميد سامي مساك وعبد الله الشحات وخيري وحسني 3 في نص الملعب. صح. لو لعبت بايمن عبد العزيز بس وصاروخ ومحمد ابراهيم الغلبه، لانهم عندهم مهاب سعيد كمان تحت راسين حربه، وانا ما بلعبش تحت راسين حربه. مجرد ما شفت لعيبه الاسماعيلي تلعب 4-3-1-2 رحت انا مطلع سعيد في نص ملعب، خليته تحت راسين حربه، ادى بشكل كويس قوي. ويمكن الكورتين 3 اللي احنا وصلنا بيهم الشوط الاول كان من عن طريق هاني سعيد. مظبوط. وعملها بشكل كويس. فاحنا بنكتشف فيه حاجات كده برضو، يعني ربنا يكرمه. بالتوفيق يا كابتن طارق. الله يخليك كابتن ابراهيم. معاك هاني. خير يا هاني. خير يا كابتن وسلامي كابتن مدحت وكابتن ابراهيم وكابتن مجدي. اهلا بيك يا هاني. انا بكلمك وكنت